كوارث طارق مجدي التحكيمية ضد الأهلي الموسم ده بس، هاورّيك كمية كوارث الراجل ده عملها ضد الأهلي في الموسم ده بس. تخيل الأهلي لعب 6 ماتشات، طارق مجدي كان حكم للأهلي 3 مرات، مرّة حكم ساحة ومرّتين حكم VAR، أكِن ما فيش غير طارق مجدي وعلى رأي كابتن سيد عبد الحفيظ مكتوب على القايمة. تعالَ نبدأ بماتش مودرن سبورت اللي كان فيه الراجل ده حكم ساحة، هو مبدئيًا ما كانش بيحسب فاولات لزيزو شخصيًا خالص، أكنه مثلًا في مشاكل ما بينهم شخصية أو حاجة. يعني عايز أورّيك معايا الكورة ديّة، يعني بوكس واضح في وش زيزو ودفع واضح في وش زيزو يستحق فاول وعقوبة كمان للاعب مودرن سبورت، وما حسبش أي حاجة وما حسبش فاول أصلًا. كورة تانية دهس واضح برضه على رجل زيزو، برضه طارق مجدي ما حسبش أي حاجة في الكورة دي، ولا فاول ولا إنذار ولا أي حاجة رغم الدهس الواضح اللي قدّامك. بعد كده نكمّل بقية الماتش، ضربة جزاء لجراديشار في آخر الثواني ولا حياة لمن تنادي، شد واضح جدًا، جدًا، جدًا زي ما أنت شايف، يعني ضربة جزاء مليون في المِيّة، وشد واضح من المدافع لجراديشار، ورغم كده الراجل ما رجعش وما اتكلمش مع الVAR وما عملش أي حاجة، والكورة كملت وطارق مجدي ما حسبش ضربة جزاء. في نفس الماتش دفع واضح برضه لبن رمضان في منطقة الجزاء، وبرضه الراجل ما حسبش أي حاجة. هتقول لي: "لا يا عم ده دفع عادي يعني، دفع بسيط كده، دفع مش قوي." وبتاعة الزمالك كانت دفع قوي يعني؟ طيب بتاعة بقى مودرن سبورت في نفس الماتش كورة برضه نفس الكورة بالضبط في نُص الملعب وحسبها خطأ. ما هي لو دي هتتحسب خطأ يبقى دي هتتحسب خطأ، ولكن طارق مجدي هنا حكّم بحاجة، وهنا حكّم بحاجة، هنا حكّم لصالح مودرن سبورت، وهنا حكّم برضه لصالح مودرن سبورت، وحسب فاول الكورة دي، وما حسبش الكورة دي ضربة جزاء رغم إنه دفع واضح وصريح لبن رمضان. طب تعالَ بقى ماتش المحلة، ماتش المحلة ودفع واضح جدًا، جدًا، جدًا في ضهر بن رمضان، وكان مين بقى اللي على الVAR؟ كان طارق مجدي على الVAR، طارق مجدي على الVAR وما حسبش برضه وما رجّعش حتى أمين عمر يرجع يشوف الكورة اللي قدّامك الواضحة الصريحة دي، دفع من مدافع المحلة في ضهره، في ضهر بن رمضان، ورغم كده الراجل حتى ما رجّعش الحكم يشوفها، ما قالوش تعالَ بُص يمكن يكون في دفع، يمكن يكون في حاجة، لأ الكورة كملت عادي والماتش خلص تعادل والأهلي ما اتحسبلوش ضربة جزاء ممكن تبقى صحيحة. تيجي بقى الماتش امبارح بقى ده كان أكثر كارثية، ماتش امبارح ده هدف للنادي الأهلي طبعًا، كورة دخلت بكامل محيطها وما اتحسبتش جون، وبسام طلّعها من جوّه زي ما أنت شايف كده، الكورة دخلت والراجل راح مطلّعها ومسكها على الخط. عشان بس نكون واضحين، الكورة دخلت بكامل محيطها زي ما أنت شايف قدّامك كده بالضبط. نيجي بقى لضربات الجزاء، سيراميكا ليه ضربة جزاء، ولكن في نفس اللعبة بتاعة سيراميكا دي قبليها بثانية، يعني الكورة اللي اتردت دي كان في هاند بول وضربة جزاء واضحة وصريحة للنادي الأهلي زي ما أنت شايف كده، على اللعيب أبو شعر ده اللي اسمه حاجة عثمان. طبعًا ضربة جزاء واضحة، الراجل إيده مش في جسمه، إيده بعيدة عن جسمه مش في وضعها الطبيعي، الكورة جات في إيده فهي ضربة جزاء ما فيهاش كلام، فاتردت الكورة في ضربة جزاء فعلًا على ياسر إبراهيم، ولكن دي ما تحسبش لإن هو في ضربة جزاء في الأول لصالح مين؟ لصالح النادي الأهلي وهاند بول واضح وصريح، ولمّا طارق مجدي رجّع الحكم رجّعه لكورة سيراميكا وما رجّعوش لكورة الأهلي. طب ليه يا كابتن؟ يعني إيه الفكرة؟ متآمر، هي ما فيهاش كلام تاني، الراجل ده متآمر على النادي الأهلي. طب تعالَ ضربة جزاء طاهر محمد طاهر ودفع واضح وصريح قدّامك أهو الراجل بإيده الشمال، ما فيهاش كلام، يعني ما فيهاش كلام أصلًا، ودفع واضح وصريح وبرضه ولا حياة لمن تنادي. طب شَد تاني أهو لبن رمضان في منطقة الجزاء، ده كده تالت ضربة جزاء في نفس الماتش، ولا واحدة رجّع ليها الVAR، ولا واحدة نده الحكم ييجي يشوفها، شَد واضح وصريح من حسين السيد لبن رمضان جوّه منطقة الجزاء، طب رجّع الحكم يشوفها. يا عم ما تحسبهاش رجّع الحكم يشوفها، اشمعنى بتاعة سيراميكا جريد ما صدّقت، ودي ولا حياة لمن تنادي. واشمعنى طارق مجدي يحكّم للأهلي 3 ماتشات أو يبقى حكم سواء ساحة أو VAR 3 ماتشات ورا بعض في 6 ماتشات بس، يعني إيه الفكرة؟ ما فيش غيره يعني طارق مجدي؟ 6 ماتشات يحكّم 3 ماتشات طارق مجدي، وكل ماتش بكوارث أدهى من اللي قبليها؟ في حاجة غلط طبعًا، طبعًا في حاجة غلط ولازم وقفة من النادي الأهلي في القصة دي، ولازم نعرف ليه طارق مجدي بالذات بييجي للأهلي في الماتشات، وليه طارق مجدي بالذات بيعمل الكوارث دي هو ومعروف طبعًا اللي كنت عامل فيديو مجمّع ليه قبل كده. عايزين نعرف اشمعنى طارق مجدي للأهلي، وإيه الكوارث اللي بيعملها طارق مجدي، ويا ريت النادي الأهلي ما يسكتش على القصة دي، ويبقى في بيان رسمي ضد الحكم ده، ونطالب إن هو ما يبقاش موجود
عشان مش عارف اشمعنى طارق مجدي النادي الأهلي، شير في كل مكان وورّي للناس كلّها فضايح وكوارث طارق مجدي التحكيمية ضد النادي الأهلي اللي ما بتخلصش وما بتنتهيش، وعايزين نعرف رَد من لجنة الحكام ليه الراجل ده حكّم الأهلي 3 ماتشات من أصل 6 ماتشات، واشمعنى طارق مجدي رغم كوارثه التحكيمية؟ سلام.